شو رسالتك الأخيرة لأي حد يجي على ألمانيا؟ انه هو يكون جاي الهدف هو حاطه من البدايه، حتى لو تبدل الهدف ما يكونش يعني قلب، كيف ما نقولوا بالليبي قلب بالجهه بكر، يكون يحور فيه شويه بس تكون النهايه واحده والاجتهاد ثم الاجتهاد ثم الاجتهاد. لان في المانيا ممكن شخص يحتاج اجتهاد بشكل غير طبيعي في الدراسه، يعني توصل مرات ل 12 14 ساعه تقرا، فهذا شيء طبيعي، وان انت تكون قريب من ربي وتكمل على الهدف اللي انت جاي عليه وتفرح والدتك ووالدك. الله يحفظ ان لك شاء الله، إياهم. نسال الله التوفيق للجميع وربي يوفقكم جميعا. سؤال أخير، هذا حبيبي. جوهري طيب. هل ألمانيا تستحق؟ والله هي المانيا الحق تستحق، حكم ان نحن في بلداننا العربيه كواليتي بتاع الحياه مختلف شويه، كدراسه تستحق، ممكن حتى نحن في جامعاتنا نقدموا في نفس الجوده، ولكن هنا بعد الفرص العمل ممكن يكون افضل. اوكي ممكن تو الوضع في المانيا مش افضل شيء، ولكن انك انت تتعلم انك انت ترقى في الدرجات اسرع، في المانيا افضل يعني نشوف ذلك. ممكن في بلدان ثانيه بس انا الحق مفضل مثلا المانيا على امريكا او على بريطانيا، بحكم ان جامعات رخيصه، بحكم انه تقدر تشتغل انت وطالب. القرب برضو حاجه مهمه، انك انت مره تسافر لبلادك، فالمانيا تستحق شيء. مشكور جدا على حبيبي. المعلومات ان شاء الله القيمة، باش ربي مهندس. بارك الله فيك حتى انت على حبيبي، الفيديوهات بتاعتك، وفي ناس واجد تستفيد منها، فبارك الله فيك بميزان حسناتك. الله يسعدك يا حبيبي. هندسة. السلام. حبيبي.